السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نخبركم انه تم الصدور ديال واحد المراسله وزاريه جديده. كيف كتشوفوا الفوق التاريخ ديالها هو 21 ماي، يعني التاريخ اللي كتشوفوا فيه هاد لا فيديو. هاد المراسله بغات توضح مواعيد اجراء الامتحانات وكذلك الاجراءات ديال نهايه السنه الدراسيه. بالنسبه للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الاعدادي، اخر فروض غادي تكون ما بين 9 و 14، يعني بحال الابتدائي بحال الكوليج نفس التاريخ ديال الفروض. وكذلك بالنسبه للامتحان ديال السادس غادي يكون 23 و 24، والامتحان ديال الكاتريام غادي يكون نهار 17 و 18 يونيو، على ان تستمر الدراسه الى غايه 28 يونيو 2025. يعني غادي يدوزوا الفروض وفي نفس الوقت غتبقى الدراسه مستمره حتى لهذا التاريخ اللي قالوا لنا 28 يونيو. بالنسبه للجذع المشترك، اجراء اخر فروض المراقبه المستمره غادي تكون ما بين 16 و 21 يونيو، وغادي تستمر الدراسه حتى ل 28 يونيو 2025. بالنسبه للاولى بكالوريا غادي تدوزوا الامتحان الجهوي ان شاء الله الاسبوع المقبل 26 و 27، ولكن اخر فروض تاع المراقبه المستمره غادي تكون ما بين 16 وما بين 21 يونيو. يعني هادشي اللي قرروا، وتستمر الدراسه راه كيأكدوا عليها الى غايه 28 يونيو 2025. يعني واخا دوزوا الامتحان حاله استثنائيه هاد السنه وغادي ترجعوا تكملوا الفروض وفي نفس الوقت غادي تكملوا الدراسه حتى التاريخ المحدد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.